يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهارده نعمل فراخ حلوة قوي بطريقة جميلة مستوية في الفرن، حلوة جدا جدا. بس اللي اول مرة يشوفني، انا مطبخ سلمى وسلسبيل. يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير، وقناتي على اليوتيوب سبسكرايب. ما تنسونيش في اشتراك في القناة. بصوا الفراخ جميلة وحلوة قوي ازاي. بصوا بوريها لكم ان هي مستوية دايبة زبدة بجد. الطريقة دي عجبتني قوي قوي، وقلت هعرفها لكم، يعني اقول لكم عليها. هعملها بقى في كيس حراري كده. اول حاجة كده نصلي على النبي نقول عليه الصلاة والسلام. هجيب معلقة سمنة كبيرة، وانزل عليها ببصلاية حلوة كده. وعندي كبدة وقناصة من بتاعة الفراخ، شوية حلوين كده اهوت. انزل بيهم على البصل، واقلب كل الكلام ده ياخد تشويحة شوية كده مع بعضه كده. والملح بتاعه بقى والحاجات دي، فلفل اسمر طبعا وكمون والملح على البصله. وقرن فلفل حراق كده يدي طعم حلو قوي، ريحه حلوه كده لشويه الحشو اللي هنعملهم نحشي بيهم الفرخ. وعندي صويا صوص، احط معلقتين كبار كده اهوت على الخلطه دي عشان يديلها لون حلو كده. وعندي بقى كوبايتين رز انا غسلاهم اهمت. طبعا الكوبايتين كتير قوي على الفرخه، انا عامله كوبايه هحشي بيها الكوبايتين، كوبايه هحشي بيها الفرخه وكوبايه هسويها لوحدها. هتشوفوها دلوقتي تبقى حلوة قوي قوي، هتعجبكم. لقيت لونه لسه فاتح، اديته كمان معلقة. وشوية مية بقى مغليين عليهم، وياخد نص سوا بالظبط، يعني اسويه على البوتاجاز نص سوا. شفتوا لحد كده، يعني مستواش 100% يعني. عندي بقى فرخة حلوة كده، مش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي، وزن 2 كيلو مثلا. واجيبها بقى غسلاها ومنضفاها وبالليمون وتمام. احشيها بقى بالرز بالخلطة اللي انا عملتها دي كلها. واحشي الفرخة من تحت الورك كده، ومن الجناب من الجناب من هنا ومن هنا، واخليها زي الفل كده. تمام تمام. شفتوا؟ افرغ بقى الجلد كده واديها رز من هنا ومن هنا. اتقطعت مفيش مشكلة. كمان شوية من هنا كده، من عند الزور، من عند الرقبة كده، وكده زي الفل. كتفتها زي ما انتوا شايفين كده، وزي الفل. عندي الكياس الحراري ديت، هاخد واحد احط فيه الفرخة بتاعتي. هعمل لها بس الاول ايه، معلقة كاتشب على معلقة زيت، معلقة كاتشب على معلقة زيت، على شوية توابل كده، فلفل اسمر بكمون بشوية بهارات، على معلقة صويا صوص. وادهن بقى الفرخة دي كده، هو تدهنها وشها والجناب وكله، عشان بقى ايه، تبقى اللون ملوش حل في الفرن. بجد طريقة حلوة قوي وعجبتني. الصراحة انا اول مرة اعملها، بس بجد عجبتني والطعم جميل. اربط بقى الكيس، هدخلها في الكيس كده. طبعا شوية خلطة فاتلين، مش لازم هديها كمان بصمة. اربط الكيس كويس قوي قوي كده، عشان هو واخرمه خرمين كده بالحاجة بسيطة، عشان ايه، يخرج الهواء من الكيس، ما يفرقعش. وعلى الفرن، اولع الفرن من تحت وادخلها في الفرن. تعالوا بقى كده نعمل شوية فاصوليا خضرة. طبعا طلعت الفاصوليا ومالية السوق جميلة بصراحة، انا ولادي بيحبوها قوي قوي الفاصوليا. هنعمل بقى، عندي بصلاية كبيرة مخروطة مربعات مكعبات كده، انزل بيها في الصينية، واحط عليها شوية توابل، فلفل اسمر وبهارات، وادي ده كله دعكة حلوة متينة كده. هنعمله كده شوية خضار، يعني اللي انا مخرطة جزراية على الفاصوليا، بتدي لها طعم حلو قوي وبتبقى جميلة. نزلت بقى بالفاصوليا على البصلة. عندي بقى شوية طماطم، على فصين كبار توم، على قرنين فلفل احمر. هضرب دول في الخلاط، افرمهم في الخلاط، وانزل بقى عليهم على الخضار ده، على الفاصوليا. شوية توابل بقى مش كتير، عشان انا حاطة على البصل شوية ملح ابيض. احط لها معلقة سمنة كمان،
1 مرقة دجاج، وازودها بقى كوباية مية عشان ايه تستوي، واغطيها بقى كده زي الفل. اغطيها بورقة زبدة وعليها ورق الفويل كده تمام. يلا يا حبيبتي روحي جنب اختك في الفرن. يلا يا جنب اختك استووا مع بعض كده وخدوا ودوا مع بعض. تعالوا بقى الرز اللي بقي مني من اللي انا حشيت منه، وضفت اللي عندي شوربة لحمة كده ازود منها شوية الرز واسويه تاني بقى، وكان استوى نص سوا بالظبط. اولع عليه هادي خالص، زودت الشوربة واولع عليه هادي. بجد شوية رز والله تحفة. بصوا استوى شكله بقى عامل ازاي، خطير، طعمه حكاية، واللون جميل برضو. عندي بقى الفرخة طلعت من الفرن اهي، بصوا كده. طبعا هو يعني كانت المفروض يعني هي ايه، ولا فتحتها ولا على الشواية ولا حاجة، هي اتحمرت كده وادت اللون الحلو قوي ده، والكيس مقفول بقت تحفة. طبعا الفاصوليا استوت سوا كده نيف نيس وتي كده تحفة، طعمها حلو قوي. بصوا الفرخة، انا قصدي افتحها لكم كده عشان اوريكم السوا مستوية دايبة، ولا الشيف بروك والله. بصوا سايبة من بعضها زبدة، بجد عجبتني. وعملت بقى شوية رز بشعرية كده على الفاصوليا وكده تمام. شوفوا شكلها تحفة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير. استودعكم الله.